شخصية كتير بسيطة وغير متعلمة وأهلها مسيطرين عليها وعندها كتير عقد. حلو كتير، منخليها بنت محجبة. ما رح تستغربوا لما تشوفوا بنت محجبة عم تعمل هيك دور بشي مسلسل. والسؤال الذي يطرح نفسه: ليش الدراما السورية مصرة بأغلب الأوقات تحط البنت المحجبة بهالإطار هاد؟ وليش ولا مرة انعطى دور بطولة لبنت محجبة؟ ويا سيدي إذا مو حابين كتير تعطوها دور بطولة، على القليلة ما تعملوها عبارة عن كومة عقد بمسلسلاتكم. وبما أنه أي انتقاد لأي مسلسل إن كان على المشاهد أو الألفاظ أو حتى القصص الجريئة بيكون الجواب عليه نحن عم ننقل صورة الواقع. عفواً، هل الواقع تبع سوريا بيقول إن البنت المحجبة دائماً هيك؟ جربوا انزلوا على المدارس والجامعات وحتى على سوق العمل، كم بنت محجبة رح تلاقوها ناجحة ومتفوقة. فوتوا على المستشفيات، الصيدليات، المدارس، كم دكتورة وصيدلانية ومدرسة محجبة رح تلاقوا. صدقوني رح تلاقوا كتير محجبات بينضرب فيهم المثل. لهيك عزيزي المخرج والمنتج والمؤلف، بتوقع أنه صار الوقت لنكسر هالصورة النمطية المرسومة عن البنت المحجبة ونبدأ برسم صورة جديدة وحقيقية. وإنتي خبرينا شو المسلسل اللي شفتيه وكان فيه دور لبنت شخصيتها قوية وناجحة وكانت محجبة.